كرشات الفوارغ بالفلسطيني، قشة بالسوري، وباتشة بالعراقي، روس ورجلين فوارغ وكرشات. ومثل دايما وعلى النهر دقينا الراس كتير كتير منيح، نظفنا الفوارغ منيح والراس من جوا دقيناه، ما حدا يعلق على الراس. فرمنا البصلة، فرمنا البقدونس، وحطينا هالرزات، وفرمنا لهم هاللحمات، وبعديها حطينا هالبهارات وشوية من هالسمنات وخلطناهم كتير كتير، وبلشنا خياطات يا ستات. وحطينا هالحجارات، رفعناهم على الخشب شوي عشان النار تكون رافعة، الطنجرة تكون مرفوعة شوي. وبلش ننزلهم، ونزلنا عليهم البهارات. طبعا بعد ما شلنا الزفرة، أكيد شلنا الزفرة، والله شلنا الزفرة. حطينا البهارات، وأهم شي الزنجبيل. وهون لما غليوا شوي وبلشوا يستووا، حطينا الكرشات لأنه الروز بتطول شوي. قرن الفلفل هذا لابد منه. طبعا بما إنه الكل استوى شوي، حطينا الفوارغ لينهم آخر شي بيستووا عشان ما يتفتتوا معنا. وشوفوا لي هالمنظر المرعب.